هالحلوة اليوم هي ضيفتنا على السفرة. غسلتها منيح للدجاجة وهي منظفة أصلا. هلأ لازم نحط التتبيلة بصحن لحالها، بس أنا ما كان معي وقت. قبل الفطور بساعة ونص عصرت حامض، ليمون حامض وفوقه خل وكم فص ثوم مهروس، ملح، عالسريع قرفة، كزبرة ناعمة، ماجي، يا منفرط المكعب يا أما بودرة، لبن حوالي معلقتين 3، دبس بندورة معلقتين بس هون كانوا قلال، دبس فليفلة معلقة، زيت زيتون وزيت نباتي، فلفل، و7 بهارات، بابريكا، كلهم حطيتهم فوق بعض. وبدال ما احطهم بصحن واخلطهم نزلهم على الدجاجة فورا، خلطتهم هون وشكوكت الدجاجة بالسكين وصرت شربها بالصلصة ودلكها بالصلصة تدليك. بس طبعا انا هون نسيت اهم مكونين. هلا نسيت الفلفل الاسود، بس اهم مكونين الهال البودرة والزنجبيل البودرة، هدول بلاها بيختلف الطعم تماما. فرجعت حطيتهم ورجعت دعكتها. هلا الدجاجة هي وكل الصوص اللي معها بنزلهم بطنجرة، بحط عليهم مي سخنة، فوقهم لومي، ورق غار، قرفة، حبهال، مطيبات، وبحطهم على النار. هن وعم يغلوا على النار، بعد ما بلشوا يغلوا ب10 دقايق قطعت عليه جزر قطعة كبيرة وبطاطا قطعة كبيرة، وفوقهم حطيت بصلة وتركتهم يستووا على مهلهم بالصلصة. بس هون حسيت انه دبس البندورة قليل، فأنا زدت دبس البندورة وشوي كترت مي عالصيام، معلشي ما بيجمع الواحد. غطيتها وتركتها تستوي. بهالوقت هذا بدي سوي الرز الخاص فيني: زبدة وزيت، فوقه ورق غار، عود قرفة، حبهال، بهارات صحيحة. حمستهم منيح منيح بالزبدة حتى طلعت ريحتهم، وبعدين بنزل عليهم الرز. بعدين بخلي الرز ينحمس معهم بالزبدة ياخد نكهتهم، بحط عليه رش صغيرة فلفل وملح، بتركها تغلي على نار عالية وبعدين بغطيها وبنوس عليها. الطنجرة التانية حطيت الشوربة لأني ما بقى ألحق والفطور ما بقى لي يقدم، فعملت شوربة جاهزة. وعلى السريع قطعت الفتوش لأني فعلا ما بقى ألحق. الحمد لله رب العالمين خلصوا معي. الرز طلع ما شاء الله بجنن. هلأ لما طلعت الدجاجة هي لازم تطلع قطعة واحدة، بس طبعا هي فرطت لأنه ما شاء الله كانت منهنها. نزلت عليها الخضرة بصينية، مديتهم كلهم وفوقهم الصلصة ودهنتهم بالصلصة ورجعت على الفرن. شفتوا لي الرز ما أحلاه ما شاء الله. وهي نتيجة الرز ونتيجة الصينية. طبعا ما لحقت أصورها أكتر من هيك، بس صدقوني بتبيض الوش، ولا أحلى عزيمة ولا أحلى مطعم. إن شاء الله 100 صحة وهنا، واللهم صل على سيدنا محمد.